بلغ المنتخب المغربي ربع نهائي كأس العرب فيفا قطر 2025 في صدارة المجموعة الثانية بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف وحيد في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية. الفوز رفع رصيد أسود الأطلس إلى النقطة السابعة، فيما تراجع الأخضر السعودي المتأهل سلفا للمركز الثاني ب6 نقاط. في موقعة مغربية سعودية على الأراضي القطرية، استمتعت الجماهير الرياضية بواحدة من أفضل مباريات الدور الأول ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات. الأخضر السعودي ورغم ضمنه التأهل إلا أنه دخل المباراة باحثا عن تحقيق الانتصار ومفاجأة أسود الأطلس منذ بداية المباراة. كرة عرضية كانت تهديدا حقيقيا لمرمى بن عبيد بعدما لعب صالح أبو الشامات رأسية عادت من العارضة الأفقية بعد مرور 6 دقائق فقط. الرد المغربي لم يأخذ سوى 5 دقائق حين توغل طارق تيسودالي من الجهة اليمنى وقدم كرة عرضية سجل منها كريم البركاوي هدف التقدم المغربي. المحاولات السعودية استمرت خلال الشوط الأول لكنها لم تكن ذات فعالية تذكر على المرمى المغربي. الجهة اليمنى للمنتخب المغربي كانت مصدر قلق للدفاع السعودي، ومحمد بلقسوت يحاول اختراق الدفاع السعودي لكنه لم ينجح. في شوط المباراة الثاني تبادل المنتخبان المحاولات وتهديد كلا المرميين. بدأ صالح أبو الشامات من طرف المنتخب السعودي، رد عليه كريم البركاوي بتسديدة لم تشكل خطورة على المرمى السعودي. الرغبة السعودية كانت واضحة في إدراك التعادل، وصالح الشهري يجرب حظه في التسديد على مرمى أسود الأطلس. في الدقيقة 58 ظهر القائد صالح الشهري من جديد وارتقى فوق الحارس بن عبيد، لكن رأسيته لم تكن بالتركيز الكبير. بعد مرور ساعات من اللعب أجرى الفرنسي إيرفي رونار 4 تغييرات دفعة واحدة من أجل تعديل الأوتار والعودة في اللقاء. الدقيقة 63 محاولة مغربية ورأسية تيسودالي في أحضان الحارس عبد الرحمن الصامبي. أمين زحزوح ارتكب خطأ داخل منطقة الجزاء وإيرفي رونار يعلق بطريقته والحكم يعود إلى الفار للتتبث من الحالة. بعد المشاهدة جاء القرار بوجود ركلة جزاء، والطريقة التي نفذ بها البديل عبد الله الحمدان لم تعجب الجمهور السعودي، وكرته علت المرمى لتبقى نتيجة كما هي. تيسودالي سدد كرة أخرى على المرمى السعودي والحارس تألق في إبعادها. المباراة سارت على نحو كبير من المحاولات بين الطرفين حتى نهايتها ليعيد أسود الأطلس المشهد مرة أخرى كما حصل في النسخة الماضية، وينتزع بذلك صدارة المجموعة ضاربا موعدا مع المنتخب السوري في ربع نهائي البطولة، بينما يواجه أبناء إيرفي رونار الفدائي الفلسطيني في الدور المقبل.